تكتيك فريق شباب بلوزداد. طبعا كانوا بيلعبوا 4-3-3. الأطراف بتفتح الملعب، وكده كده لاعب من اللاعبين اللي على الدايرة بيتقدموا عشان يعمل زيادة عددية في الهجوم. كان بيخلي اللاعبين الأهلي يتراجعوا وبيفضي مساحة في نص الملعب. اللي تغلب على ده في الشوط التاني بإن هو خلى لعيبة نص ملعبه يضغطوا على عمق فريق شباب بلوزداد. الأهلي كده كده كان نازل يلعب على التعادل وما كانش ناوي يهاجم. الباكات ما كانش بتتقدم. أكرم توفيق ما كانش ليه أي دور هجومي، كان مستواه لسه متأثر بالإصابة. إمام عاشور مش في حالته. لعيبة الأهلي اللي في الهجوم كلهم في جزر المنعزلة، مفيش أي تكتيك أو نية إنك تكسب المباراة.